أول شيء يقابلك في السرايا دي هو اسم الملك فاروق على الباب. الحقيقة إن كل المؤرخين في الفترة دي قالوا إن السراي دي كانت معمولة عشان اللهو الشديد اللي وصل ليه الملك فاروق في الفترة دي. الملك فاروق شاف قطعة الأرض دي اللي هي كانت كازينو اسمه سان جوفاني سنة 39، وقرر إن هو يشتري قطع الأرض دي ويبني عليها قصر للهو الشديد. اشتراها الملك ب 2000 جنيه، وعمل عليه قصر على مساحة 400 متر، بس مساحة المباني. وفي أشجار مانجا جابوا له الشتلات بتاعتها من ألبانيا، أشجار مانجا مميزة. السرايا صغيرة جدا، هو اتعملت على رسم مركب بترسو على النيل. اللي يشوفها من النيل تبقى مركب، واللي يشوفها من على طريق حلوان تبقى مركب. الحقيقة ان لما تدخل السرايا من جوه تفاجأ ان هي بيت عادي، بيت لأي حد من الطبقة المتوسطة في مصر، او طبقة الأعيان اللي كانوا موجودين في مصر في الفترة دي. وهنتكلم على ده جوه. هل السرايا دي كانت معمولة للهو الشديد، ولا لما رزق بابنه الملك أحمد حياته اختلفت؟ تحت راية الخيال والسحر، الاكتشاف في القصور الساحرة دي بتفاجأ في داخل السرايا من جوه ان في حاجات حلوة قوي، حاجات جميلة قوي. وتحس ان هي سراي أسرية جدا، مش سراي لهو. الحقيقة ان الملك فاروق في قصة اللهو دي ضيع شعب كامل معاه، يعني وضيع مملكة زي ما يعني. وكانت عمته توقعت ان الملك فاروق ده هيزيل حكم عائلة محمد علي. الصراحة زي ما قلت لحضراتكم، موقعها جميل جدا، في موقع جميل جدا على النيل، على حاجة كده، ولا هي جزيرة ولا حاجة كده، لسان على النيل معمول. المبنى نفسه مبنى على الشكل الفرعوني، شكل فرعوني. من فوق كان في شراع السراي زمان يخليها على شكل المركب. داخل السراي من جوه كل حاجة فيها فرعوني، صورة والده فؤاد. أغلبية الديزاين اللي موجود فيها ديزاين فرعوني. كرسي توت عنخ آمون، المدفأة على الشكل الفرعوني. يعني كل الحاجات اللي موجودة داخل السراي من جوه حاجات فرعونية ورسومات فرعونية. سفرة في قمة الجمال. راديو أول ما بيقفل بيبقى على شكل المعبد الفرعوني، راديو واسطوانات. يمكن من أجمل الرضاوي والاسطوانات اللي موجودة في العالم. قصر بديع بسيط. طبعا الغالب فيه الطابع الفرعوني في كل حاجة يعني. شطرنج فرعوني، رسومات فرعونية. سفرة بسيطة لكنها جميلة. غرفة المغامرات، هل هي دي غرفة مغامرات؟ سرير جميل جدا، سرير ملكي جميل جدا لكنه بسيط. أوضة النوم بتاعت الملك فاروق، وهي كانت من خشب الجوز. غرفة نوم عادية كلها من خشب الجوز التركي. اسم الملك فاروق على الملاية والتاج الملكي بالتطريز، تطريز جميل جدا جدا جدا. صورة الملك فاروق وهو طفل، والصورة دي عجيبة قوي يا جماعة، ان هو واخد الشكل الأنثوي أكتر من الشكل الرجالي. ويمكن هو ده السبب في ضياع الملك منه،
هو عشان كان وهو طفل صغير كان متربي في أسرة كلها أنثوية، أو أمه أحبت إن هو تخليه يعيش العيشة صورة أنثوية. مش ممكن أي حد بورتريه طبيعي، مش عارف. هو الملك ده في الأول وفي الآخر هو ضيع شعب كامل معاه. يعني تربيته الخاطئة و... وسيطرة الخدم عليه، بولي بقى وأشكاله، ضيع أمة كاملة مع الملك. الحمام بتاعه، وفي في بقى الفوط بتاعته ومعجون الأسنان وكل الحاجات بتاعته موجودة في الدولاب بتاعه. ده الحمام بتاعه. وحمام بالنسبة للعصر الأربعينات ده يعتبر كان في قمة الفخامة يعني. الدش بتاعه ده بتاع ابنه بقى. ده الحمام الأنثوي لابنه ولزوجته. غرفة النوم بتاعت زوجته الملكة نرمان. والصورة بتاعتها ده الزواج التاني للملك. السرير بتاعها. المفاجأة بقى سرير الملك أحمد فؤاد، اللي هو مازال لسه عايش لحد دلوقتي يا جماعة، عليه التاج الملكي. سرير أطفال، يعني قصر ما كانش قصر يعني قصر عائلي اهو، مهتم بعيلته، أوضة لزوجته وأوضة للطفل. ما- سيدة بتصلي ومعرفش يعني يعني كرسي الفرعوني، كرسي توت عنخ آمون، رسم فلاحة مصرية لكوريهان. السرير بتاعه تاني، لوحة بتاعته، لوحة زواجه. سرير طفل الملك أحمد فؤاد اللي مجرد خد الاسم وبس. صورة للملك، اسم الملك فاروق باللغة الفرعونية. اسم الملك فاروق تاني باللغة الفرعونية. تمثال الفلاحة لكورهي. الرسومات اللي على الزجاج بتاعة القصر. لوحة القاهرة القديمة لليوكهان سنة 1866. طقم كاسات. الحقيقة إن هي صراحة سراي مش سراي الله. معرفش هل هي كانت سراي لا، يعني كل المكونات بتقول ان هي ما كانتش سراي لا. للجميع الشكر والحب والاحترام والتقدير، جمال الموت. يوم في مصر.